السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فضلا وليس أمرا. يا ريت لو تدعموني بلايك وتشتركوا في القناة. كل ما تريد معرفته عن موسم حج 2023 رفع القيود عن أعداد الحجاج. أبرز القرارات: أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية منذ أيام فتح باب التسجيل لحجاج الداخل من المقيمين والمواطنين، وفي هذا السياق أوردت الوزارة عددا من القرارات التي تهم كل مسلم يرغب في أداء فريضة الحج. 1. رفع القيود المفروضة على أعداد الحجاج في السابق بسبب جائحة كورونا لتعود الأعداد لما كانت عليه قبل الجائحة. تخفيض تكلفة التأمين للحجاج من 109 ريالات إلى 29 ريالا، أي بنسبة 73%. أعداد الحجاج لهذا العام ستكون 2,000,000 حاج، منهم 1,000,000 من الخارج و200,000 حاج من داخل السعودية. السماح للمرأة بأداء مناسك الحج بدون محرم. 12 عاما هو الحد الأدنى للتسجيل الإلكتروني لراغبي أداء المناسك من حجاج الداخل. يمكن التسجيل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة الإلكتروني أو عن طريق تطبيق نسك. أولوية التسجيل لمن لم سبق لهم الحج. على جميع المتقدمين إكمال التحصين باللقاحات الخاصة بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية. الحصول على شهادة تطعيم سارية المفعول تثبت تلقي لقاح الحمى الشوكية الرباعي قبل القدوم إلى الحج بمدة لا تقل عن 10 أيام. نسبة الحجاج من خارج السعودية ستكون المعتمدة سابقا، وهي 1 لكل 1000 من سكان الدولة. باقات الحج للمواطنين والمقيمين من داخل المملكة تأتي بأسعار مناسبة ومتنوعة، تبدأ من 3984 ريالا. إتاحة إمكانية دفع الرسوم على 3 دفعات. سيتم فتح باب التسجيل للحجاج من خارج المملكة قريبا.